ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. هنعمل مع بعض ايه النهارده؟ فيديو حلو جدا جدا هيعجبك. هنعمل مع بعض الفراخ ستريبس الدجاج او تشيكن ستريبس اللي هو بيتباع في افخم المطاعم مع الرز الريزو. معايا ايه؟ معايا صدور فراخ بس متقطعه تخين، لازم يعني اقطعها صوابع كده اهو، كده بالظبط علشان تستوي. منضفاها وغسلاها ومصفياها، تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها. اقطعها كده. محضره لها ايه توابل؟ هقول لحضرتك حاجه. وجبه جميله جدا ولادنا بيحبوها وبتتباع بسعر مرتفع جدا في المطعم الشهير. تشيكن ستريبس او ستريبس الفراخ. خلاص قطعناها. معايا ايه بقى اهو؟ تقدري تعملي معايا زعتر، ملح، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، نص معلقه سكر، شطه عشان هو زنجر، بيكنج باودر، توابل فراخ، وجنزبيل. بس هعمل ايه؟ هنرجع مع بعض ونشوف هنعمل ايه في ستريبس الفراخ او تشيكن ستريبس. هعمل انا ايه دلوقتي؟ حطيت التوابل على الفراخ، وهعصر نص ليمونه وابدا اقلب كل التوابل بالفراخ، اغلفها يعني. اغلف عفوا كل خليط التوابل الجميله دي مع الفراخ الستريبس. وصفه حلوه جدا وطعمها تحفه يا جماعه. ولادنا بيجيبوها واحفادنا بالشيء الفلاني من بره، لا نعملها احنا مضمونه في البيت وحلوه. هعمل ايه؟ هحط ميه اغطي كل ده. مهم الخليط كله يتغطى بالميه اهو، واقلب كده واحطها واغطيها واسيبها في التلاجة مثلا ليله كامله، ساعتين 3 زي ما انت عايزه، علشان تاخد وتدي مع بعضها في التوابل. انا هغطيها واحطها في التلاجة لحين ما نيجي نحمر الستريبس. هنا هنعمل مع بعض رز الريزو جنب الفراخ ستريبس. حطيت هنا معلقه سمنه بلدي، سخنتها، وهنزل ببصله مبشوره، مش بصله متخرطه يا جماعه، مبشوره، لان انا مش عايزه البصل يبان في الرز. وابدا اشوح فيها البصله تكون ناعمه. هنزل بايه هنا؟ ورق لورا. الرز ده طعم جدا مع الفراخ يا جماعه، والله تحفه. هنزل بورقتين لورا كده، شويه حبهان يا مطحون يا حبيتين حبهان، وشويه صغيره فلفل اسود، مش كتير، حبه صغيره كده. واقلب برضو الكلام ده كله مع البصل. ممكن انزل بشويه بهارات فراخ او ماجي، انا ما بستعملش الماجي، هستعمل شويه بهارات فراخ اهو. وانزل بقى بنص معلقه كركم اهو، وابدا اقلب كده كل ده مع البصله. رز مصري عادي يا جماعه جدا جدا. ايه بقى الحاجه المميزه اللي انا هحطها دلوقتي؟ هحط معلقه كاتشب اهو، ومعلقه صغيره صوص باربيكيو. ما عنديش صوص الباربيكيو، اعمل ايه؟ عسل نحل، عسل اسود عفوا، كده معلقه كبيره بس خلاص. ده صوص. ما عنديش صوص باربيكيو، اعمل ايه؟ حطي معلقه عسل وعليها صويا صوص نفس الوصف.
كوبايه الرز المصري، كوبايه ميه، كوبايه رز. هنزل بالرز اشوحه مع الخلطه الجميله دي. بسم الله الرحمن الرحيم. مغسول طبعا ومتصفي. الفراخ منقوعه. وحاولي تحطي الميه دافيه او سخنه، بتساعد في فلفله الرز. طعمه تحفه يا جماعه، والله انا جربته. والسمنه البلدي هتديله تيست عالي. افضل اشوح فيه كده. ريحته جميله جدا من التوابل اللي محطوطه فيه والتركات اللي محطوطه زي صوص الباربيكيو والكاتشب. حلو قوي مع الستريبس. ستريبس فراخ، تشيكن ستريبس، تقولي فراخ مقرمشه، اللي انت حابه تقوليه قوليه. وانزل بالميه. ادي كوبايه. احط شويه صغيرين بس، واحط الملح. املح الرز ويتشرب، اوطي عليه بس. سهله ولا لا؟ وبألف هنا عليكم يا رب وعلى اولادكم اللي بيحبوا الوجبات السريعه اللي من عند المطاعم الشهيره اللي هم بيحبوا يروحوا يجيبوا منها وجبات. خلاص انا هوطي عليه وخلاص كده. طبعا انا نقعت الفراخ، طلعتها. الرز على النار بيستوي. هنا ايه ده؟ دقيق. حطيت ايه على الدقيق ده؟ الكفر اللي انا هغطي بيه الفراخ. حطيت معلقه نشا وذره فلفل اسود وذره ملح. عايزه تحطي توابل تانية حطي اللي يعجبك، دي ايه حاجه ترجع لك. وحطيت سنه كده، شعره كده بيكنج باودر. بس هعمل ايه بقى؟ اطلع الفراخ من التتبيله اللي نقعناها فيها. اهو بسم الله. واحط هنا كده كده اهو، واعمل كده. جنبي طبق عشان ارص فيه، لان هرجع هجيب ميه ساقعه واحط الكلام ده كله في ميه ساقعه وارجعه دقيق تاني لغايه ما يبقى بالشكل ده. هجيب طبق. اهم حاجه يا جماعه ما احطش الحاجه على بعضها، ابقى فرداها كده اهو. اعمل كده. وارجع تاني اجيب الفراخ واحط كده واغلغلها بالدقيق. اخلص الخطوه دي وارجع لكم نشوف الخطوه التانيه. هنا في ايه؟ ميه ساقعه متلجه، تلج يعني ميه من التلاجة او من مسقعاها خالص اهو. اروح جايبه اللي انا عاملاه كده واحط في الميه كده، وارجع على الدقيق تاني احط في الميه كده، وارجع على الدقيق تاني اهو، واعمل نفس الحركه اللي انا كنت بعملها في الاول في الدقيق. ارجع في الميه الساقعه وارجعها الدقيق تاني. هتبقى بالشكل ده، عامله التجزيعات دي اللي انا ده اللي انا عايزاه اهو. طبعا محضره زيت غزير اسخنه وابدا احمر الفراخ واغرف الرز اهو.
ارجع في الميه الساقعه. انا بعرفك الفكره سهله جدا جدا، ما فيهاش اي تعقيدات. وبعد كده بنحمر. خلاص انا هخلص باقي الكميه كلها ونرجع وانا بحمر الستريبس. هنا هبدا اقلي الستريبس. الزيت اهو محطوط. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تحطيش كتير عشان تقدري تحمريها كويس، ما تمليش الطاسه يعني. طاسه ما شاء الله كبيره وبتاخد، لازم اديله حقه في السوى. يبدا يدخل في السوى وارجع لكم تاني. اهو اللون ده انا عايزه كده. بسم الله ما شاء الله. عايزه يعني تزودي اللون شويه براحتك، بس كده حلو قوي واستوى. هنطلع بقى الستريبس نغرف الرز ونقدمه. اطلع في ايه؟ في مصفى. لو حطيت على مناديل هيطرى، انا عايزاه مقرمش. فنطلع في مصفى، ما نحطش على بعض، ما نحطش الفراخ على بعضها. وابدا احط تاني. هرجع لكم نقدم الطبق مع بعض. خلاص يا جماعه اهو، بسم الله ما شاء الله، عملنا الرز الريزو فراخ ودجاج ستريبس، تشيكن ستريبس. جربوا الوصفه، جدا حلوه وهشه ومقرمشه ومش مكلفه خالص. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودمتم بخير والى اللقاء في فيديو جديد. عايزه اوريكم حاجه، ان هو بيبقى من جوه مستوي جدا اهو، ده المنظر من جوه. باي باي.